10 سنين و15 سنة وهتكون فاكر ان هما تنانين وبيكونوا فاكرين كل حاجة. بس اللي يفرق انت من نوعية الناس اللي بيخشوا يكتبوا في الكومنتات ازاي ابدأ، يبقى ما تقوليش ان انا عايز اخش مجال السايبر سيكيورتي بعد اذنك. 5 مهارات لو مش عندك ما تخشش تتعلم مجال السايبر سيكيورتي، وانا اللي بقولها لك علشان خاطر تريح دماغك. فصلي على النبي كده ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. نخش كده على طول في الموضوع. المهارة الاولى معانا وهي مهارة التفكير النقدي. بالمناسبة المهارات كلها من ضمن المهارات الناعمة اللي انت كده كده المفروض تكون مكتسبها. لو انت واحد عندك التفكير النقدي كويس وبتعرف ان انت تجيب من المشكلة كذا مشكلة، دوت هيساعدك جدا في مجال السايبر سيكيورتي. طب هل لو مش عندي ممكن اكتسبها؟ ممكن تكتسب المهارة دي، بس ما ينفعش تخش على المجال وعلى خلاص، لان انت كشخص لو ما بتعرفش تفكر تفكير نقدي وتعرف تجيب المشكلة لكذا مشكلة، فصدقني المجال مش هينفعك. لازم يكون عندك مهارة التفكير النقدي، لان مهارة التفكير النقدي ديت هي من اهم المهارات اللي لازم تكون عندك، لان هي بتساعدك لو معاك مشكلة تخليها 5 تخليها 10، بس مشاكل صغيرة. وكل المهارات ديت اللي انا هقولها في الفيديو دوت ممكن اسيب لك ليها لينك تحت في الديسكريبشن، هتخش تتعلمها من كورس اسمه تعلم كيف تتعلم من الباشمهندس احمد ابو زيد. حل مشكلة ما تخشش، لان هو المجال اصلا ذات نفسه عبارة عن حل مشكلات، اكتشاف ثغرات، تأمن بنية تحتية، وهيقابلك بقى جو الهجمات والكلام من ده. فلازم تتعامل مع الموقف من غير عصبية، فلازم تكون كده هادئ وصافي الذهن قبل ما تخش، علشان خاطر المجال بيحتاج تركيز عالي جدا. فنصيحتي ليك لو انت واحد من الناس اللي هي بتزهق على طول ديت بلاش. يبقى احنا كده معانا مهارتين، مهارة التفكير النقدي ومهارة حل المشكلات، ودول عندي كانوا من اهم المهارات. المهارة التالتة معانا وهي مهارة البحث. مش كل حاجة هتلاقيها عندك على شات جي بي تي والذكاء الصناعي او من الكورس اللي انت بتاخده. لازم يكون عندك مهارة البحث، ان انت هتخش وتبحث كده وتاخد معلومة من كورس تاني وكورس تالت علشان خاطر تكون دماغك منتبهة. كده كده مش كل المعلومات اصلا هتلاقيها ركزت في دماغك، يعني وانت بتتعلم مش لازم كل المعلومات اللي انت اتعلمتها تكون راكزة في دماغك. الشاطر هنا يعني حتى الناس اللي هم خبرة اصلا 10 سنين و15 سنة وهتكون فاكر ان هما تنانين وبيكونوا فاكرين كل حاجة. بس اللي يفرق بينك وما بينه ان هو بيكون عارف المصدر اللي يرجع له لو معرفش المعلومة ديت، لان هو مر عليها قبل كده ودرسها قبل كده. بالبلدي كده علشان خاطر تعرف معنى مهارة البحث، ان انت ما تقفش قدامك حاجة، اي حاجة تعرف تجيبها من على الانترنت، اي حاجة بتعرف توصل لها. يعني لو انت من نوعية الناس اللي بيخشوا يكتبوا في الكومنتات ازاي ابدأ، يبقى ما تقوليش ان انا عايز اخش مجال السايبر سيكيورتي بعد اذنك. خد بعضك وامشي، لان اللي عنده مهارة البحث مستحيل يخش يكتب في الكومنتات. الراجل بيبحث وبيشوف بنفسه وعارف هو فين رايح. المهارة رقم 4 معانا وهي مهارة التواصل. لازم تعرف كده تتواصل مع اللي حواليك وتبني مجتمع وتبني لنفسك كوميونيتي يساعدك على كده، وهبقى عامل لك فيديو عن بيئة العمل اللي تساعدك عن كده. مفيش حاجة ان انت عايز تعمل نفسك فيها مستر روبوت اللي هو ما بيحبش يختلط بحد واللي هو مع نفسه. لازم يكون عندك مهارة التواصل وتلم اكبر خبرة من اللي حواليك تكتسبها، لان دوت هي اكتر حاجة هتساعدك اكتر من ان انت تتعلم واكتر من ان انت تطبق، ان انت تكتسب المهارة من اللي حواليك. فحاول كده بالبلدي ان انت تجمع لنفسك كوميونيتي يساعدك ان انت تكتسب مهارات من اللي حواليك. المهارة الأخيرة معانا وهي ديت المهارة اللي أنا خليتها لك أخيرة، لأن هي بصراحة من أهم المهارات اللي لازم تكون عندك، وهي مهارة الصبر والانتباه لأصغر التفاصيل. وانت واحد مثلا ممكن تكون مثلا بتعمل اختراق لشركة أو واحد بتأمن بنية تحتية، فلازم يكون عندك تفاصيل لكل فسفوسة حرفيا، لأن أكترية الحاجات ديت بتكون كده اهو، مش عايز اوصفها لك. يعني بص، بتكون حاجات صغيرة جدا وتفاصيل صغيرة جدا، فاللي مش هيدقق اصلا ممكن يمشي ولا كأنه عمل حاجة. يعني هو معرفش برضه يكتشف الثغرة او يكتشف الحاجة اللي موجودة. زي مثلا كده الدكتور لما يفحص المريض وما يعرفش يطلع المرض منه ليه، لان هو ما عندوش مهارة الصبر والانتباه، او بقى ما كانش مذاكر كويس. بس المهم ان انت لازم يكون عندك مهارة الصبر. لا، عندك مهارة الصبر عشان خاطر ما تزهقش من التعلم، لان انت كده كده مؤكد ان انت هتزهق. فبلاش برضو تعتمد على مزاجك في الحتة ديت، نصيحتي ليك.
اخر حاجة كده نراجع عليهم مع بعض. قلنا مهارة التفكير النقدي، مهارة حل المشكلات، مهارة البحث، مهارة الصبر والانتباه. كل المهارات اللي انا قلتها لك في الفيديو ديت لو ما عندكش وانت داخل المجال يبقى ما تخشوش، نصيحتي ليك يعني، عشان خاطر مش هتعرف تتقدم ولا خطوة ورا، ولا هتعرف تتعلم اصلا اساسيات. قول لي بقى ايه هي اكتر المواضيع اللي انت محتاجها الفترة اللي جاية، وان شاء الله باذن الله اعمل لك عنها فيديوهات. سلام.